أنا موتسيبي الفاسد، هاي المكافأة تاعي. ماذا يحدث في كرة القدم؟ قال لي هذه الدرجة نو، احنا على بالنا، بس خلاص علنا وين راهي رايحة كرة القدم الإفريقية؟ وين راهي رايحة؟ واش راكوا حابين تقولوا لنا من هذا التعيينات، من هذه الفضائح، من هذه المهزلة، من هذه الأمور اللي ما ولاتش توحك في الخفاء، ولات علنا عيني عينك، خلاص ما يخافوا والو، ولاو قويين لواحد الدرجه الفاسده وين ما ولاو يخافوا حتى حاجه، لا الفيفا تخوفهم ولا الاعضاء الاخرين تاع الكاف يخوفوهم ولا بقيه الاتحادات يخوفوهم، وكامل راهم كومبليسه وكامل راهم متواطئين، كامل متواطئين، كامل ما كان حتى واحد راهو نقي، كامل راهم متواطئين. قال لي هذه الدرجه سبحان الله، دانيال لاريا راح يكون حكم مباراه بين المغرب ونيجيريا، محافظ في كل مباراه المغرب ومراقب للحكام في كل مباريات المغرب، حكموه داروه لهذه المباراة. زيد بيير آتشو غيزلان، بيير آتشو صاحب المهمات القذرة راح يدير مباراة النصف النهائي. وزين نعطيكم معلومة قبل ما نروحوا للتصريحات الخطيرة اللي تزيد توضح لكم عمق الأزمة والفساد في الاتحاد الإفريقي وفي لقجع، وهذا الكوب دافريك اللي راهي باينة من الأول اللي راح يمدوها من الأول كوب دافريك فاسدة، فساد عيني عينك باين لي من راح يمدوها. لي جوار تاع المغرب راكم تحسوا روحكم باللي راكم تلعبوا. رسالة لابراهيم ديز، راك فرحان خلاص، دوك الامور راهي عيني عينك، دوكا ما كاش كولاسه ولا امور تحاك في الخفاء، دوكا الامور راهي مباشره وعلنيه بلا حشمه وبكل وقاحه من طرف الاتحاد الافريقي لكره القدم، هيئه موتسيبي الفاسده المتورطه، بالاضافه الى فوزي لقجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم. خلاص دوكا قال لك انا ما عندي ما نخبي. تخيلوا واش داروا بمناسبة نصف نهائي كأس افريقيا. هذه هي عطاو لهم مكافأة مباشرة بتعيينهم في نصف نهائي كأس افريقيا. تقول لي انت واش من المكافأة؟ نقول لك مكافأة تاع التواطؤ وتاع المؤامرة وتاع المهمة القذرة اللي داروها ضد المنتخب الوطني الجزائري. واش دار الكاف واش دار القجع؟ كامل كنتوا تسناو الاربيتر اللي راح يدير المباراة النصف نهائية بين المغرب ونيجيريا، وكامل كنتوا تسناو الاربيتر الحكم اللي راح يدير المباراة النصف نهائية الأخرى اللي راح تجمع بين مصر والسنغال. أوكي تمام، شكون راح يدير هذه المباراة؟ وشكون الاربيتر اللي راح يدير المباراة الأخرى؟ سبحان الله. الكولسة قبل سنوات كانت متخبية على بها سموها كولسة، الكواليس يعني في أمور في الخفاء، أمور ماشي باينة. دوكا غير نلقاو لها اسم من غير الكولسة، دوكا غير نلقاو لها تسمية أخرى من غير تسمية الكولسة. الحكم بيير آتشو غيزلان اللي دار مباراة الجزائر ونيجيريا من غرفة الفار، واللي ذبح الجزائر سنة 2023 في غرفة الفار أمام أنغولا وفي غرفة الفار أمام بوركينا فاسو، مباراة بعد مباراة حكموه داروه لنا في نيجيريا، زاد ذبحنا ما ولاش حتى لغرفة الفار لتقنية الفيديو في ركلة الجزاء، حكموه الاتحاد الإفريقي، وفوزي لقجع داروه حكما لمباراة النصف النهائي بين مصر والسنغال. سبحان الله، مكافأة ذهبية. قالوا له هاك انت افضل حكم في القارة، نعطيو لك مباراة النصف النهائي بين مصر والسنغال. عيني عينك، خلاص دوك ما يخبي والو، دوكا خلاص ما همش يخبيو، راهم يتعاملوا بطريقة قذرة مباشرة. سبحان الله، حكم بيير آتشو غيزلان، هذا الحكم صاحب المهمات القذرة داروه لمباراة النصف النهائي بعد ما ذبح الجزائر، عطاو له هدية، قالوا له هاي الهدية تاعنا، هاي المكافأة تاعنا، لأنك درت واش قلنا لك، لأنك ساهمت في المؤامرة، لأنك ساهمت في المهمة القذرة اللي عطيناها لك باش تخرج المنتخب الوطني الجزائري. سبحان الله، إلى أين كرة القدم الإفريقية؟ واش راهم يديروا؟ هذا ماشي فساد، هذا فات الفساد، فات الفساد هذا. نزيد لكم كامل راكم تسقسيو تقولوا شكون اللي راح يدير المباراة تاع الكاميرون ولا تاع نيجيريا والمغرب؟ شكون راح يدير المباراة هذه بين البلد المنظم وبين نيجيريا اللي استفادت من التحكيم في مباراة الجزائر؟ راح يديرها حكم كان محافظ للمباريات في كل مباريات المغرب، وبزاف حذروا منه، قال هذا يا ابراهيم دانيال هذا يرى في كل مباراة تاع المغرب، دانيال في المباراة الثانية، دانيال في مباراة الغابون، دانيال في مباراة تنزانيا. سبحان الله، حكموا هذا دانيال وين داروه حكم مباراة نيجيريا والمغرب، داروه حكم مباراة نيجيريا والمغرب، وهو اللي كان سبحان الله في غرفة الفار في مباراة الكاميرون والمغرب، هو اللي كان في غرفة الفار في مباراة الكاميرون والمغرب. دانيال ني آي لاريا،
دانيال لاريا اللي كان في غرفة الفار وكان محافظ في كل مباريات المغرب وكان في غرفة الفار في مباراة الكاميرون والمغرب، داروه حكم رئيسي لمباراة المغرب ونيجيريا. ودوك نجيكم لتصريحة، واحد التصريح جامي سمعت مدرب يصرح بهذه الطريقة قبل مباراة نصف نهائية، هو مدرب منتخب نيجيريا إيريك شال. والله العلي العظيم دار واحد التصريح تفهم منه عدة أمور وتفهم منه المسرحية بطريقة مباشرة، مسرحية مكتملة الأركان بطريقة مباشرة علنية، عيني عينك. هذا التصريح دوك نسمعه لكم ودوك تسمعوا واش قال، نقول لكم واش قال مدرب منتخب نيجيريا اليوم في الندوة الصحفية قبل مباراة المغرب. سبحان الله. نعاودوا نفكروكم برك، المباراة تاع المغرب ونيجيريا راح يديرها دانيال لايريا اللي كان حكم فيديو في مباراة الكاميرون والمغرب، وعلى بالكم واش صراو فيها، زوج ركلات ترجيح، زوج ركلات ترجيح واضحه وضوح الشمس للكاميرون لم يعلن عنها، والكاميرون ما احتجوا ما والو، دخلوا فرحانين وخرجوا فرحانين وراحوا فرحانين. هنا باش نكونوا واضحين في هذه النقطه. وهذا دانيال لاريا كان محافظ ومراقب للحكام في كل مباريات المنتخب المغربي في الرباط، راحوا حكموه داروه حكم لمباراه المغرب ونيجيريا. هذه وحده. نروحوا للمباراه الاخرى اللي جمعت بين ولا راح تجمع بين السنغال ومنتخب مصر، داروا الحكم الراشي المرتشي صاحب المهمات القذرة بيير اتشو غيزلان اللي تحفظت عليه أمة محمد، اللي سحبوا منه بطبيعة الحال، سحبوا منه التحكيم في 2023 في الكار لأنه دار فضيحة في ربع نهائي بين كوت ديفوار والسنغال، ودار أيضا فضيحة في مباريات الجزائر، وزاد عاود فضيحة في مباراة الجزائر ونيجيريا من غرفة الفار، وما ولاش لتقنية الفيديو في ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس. حكموه قالوا له أرواح بيير اتشو، برافو يعطيك الصحة، هاي المكافأة تاعنا، أنا لقجع، هاي المكافأة تاعي.